مستمعين أوديو شبابنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم، معكم إسماعيل فاروق على الهوا، وأرحب بكم في حلقة جديدة من قيم إنسانية. والنهاردة معانا ضيف من شباب مصر الجمال، هو ناشط سياسي ومتخصص في العمل التطوعي والعمل الاجتماعي. أرحب بك أستاذ محمد عيسوي. أهلا وسهلا. أهلا بك يا محمد، وأرحب طبعا بالمستمعين. وخلينا في البداية طبعا أقدم خالص التعازي لأحمد يحيى زميلي في الراديو، وبإذن الله ربنا يتقبل فقده في الجنة بإذن رب العالمين. بإذن الله مستمعين، الحلقة النهاردة تكون مختلفة تماما. النهاردة نتكلم عن العمل التطوعي أو العمل الجماعي في ظل الأحداث المتلاحقة وفي ظل التخبط اللي احنا شايفينه في المجتمع المصري. وبإذن الله نبدأ حوارنا بعد ما ناخد فاصل صغير ونرجع لكم تاني. مش حاسين بقيمة والأمل موضة قديمة، بس في ثانية افتكرنا إن بلادنا دي عظيمة. ارفع راسك انت مصري، انت واحد من اللي نزلوا في الميدان. ارفع راسك انت مصري، انت وقفت جنب جارك في اللجان. ارفع راسك انت مصري، انت رجعت المصري بتاع زمان. المصري بتاع زمان. شايف الدنيا بشكل تاني، السما صافية سامع أغاني، واللي اتغير فيا هو طعم الحرية في لساني. ارفع راسك انت مصري، انت واحد من اللي نزلوا في الميدان. ارفع راسك انت مصري، انت وقفت جنب جارك في اللجان. ارفع راسك انت مصري، انت رجعت المصري بتاع زمان. مستمعينا، ورجعنا لكم تاني في حلقة قيم إنسانية على راديو شبابنا، وتابعونا على الفيسبوك على صفحة قيم إنسانية. ولسه معانا محمد عيسوي، ونتابع الحوار اللي إن شاء الله يكون ممتع بالنسبة لكم، ونكون ضيف خفيف عليكم وأكون مستمع خفيف عليكم بإذن الله. نبدأ حوارنا مع أستاذ محمد عيسوي. وأول سؤال أوجهه لك أستاذ محمد، أنت شايف العمل التطوعي في المجتمع المصري الآن بدأ إزاي ويوصل لإيه؟ أنا بعتبر العمل التطوعي هو رسالة لكل من يقدر على العمل البناء في المجتمع. يعني لما نيجي نتكلم على أحداث بعينها بتفرض نفسها، أحداث زي محمد محمود، زي أحداث بورسعيد، دي أحداث بتخلق حماس عند الشباب. لازم نبتدي نتحمس للأفكار اللي بتطلع من الشباب دول، نتحمس للطاقة اللي عندهم ونذكرها في الشكل الإيجابي. فبالتالي نوصل بالعمل التطوعي لمرحلة الناس كلها بيستغلوها في العمل. لازم اللي بتبتدي من الأسرة من تحت، يعني مفيش حد مثلا يحتكر آراء الآخرين لمجرد انه شايف رأيه غلط.
لا حتى لو رايه غلط هو عنده فكره، في عنده حماس، تمام. نستغل دي. طب خلينا برضه نوضح للمستمعين محمد عيسوي بدأ ازاي في العمل التطوعي، شغال ازاي؟ نتكلم قبل الثوره ولا بعد الثوره؟ نتكلم عموما، لان العمل التطوعي ما بيوقفش على احداث البدايه كانت في 2007، كنا مجموعه طلاب من عده جامعات مختلفه وعده احزاب مختلفه، فكرنا ان احنا نعمل حاجه باسم طلاب مصر. فكان عندنا فكره ان احنا نعمل حاجه اسمها حزب طلاب مصر. اشتغلنا شويه ندوات، عملنا زيارات في كل الاتحادات الطلابيه على مستوى جامعات مصر، عملنا راديو الكتروني، عملنا جريده الكترونيه، فاشتغلنا شغل في الشارع ميداني مع الناس اكتر. بدانا نهتم باللائحه الطلابيه، بدانا نهتم بالقوانين اللي بتخص تنظيم العمل السياسي داخل الجامعات. دي كانت البدايه 2006 2007 طبعا. انت شايف العمل الاجتماعي يخدم العمل السياسي ولا العكس صحيح؟ انا بعتبر العمل الاجتماعي جزء من العمل السياسي. هقول لك ازاي. انت شايف العمل السياسي هو الاصل؟ طبعا. لا اصل بص، خلينا نتكلم في اي حاجه، في اي حقوق موجوده اللي بنظم الحقوق القوانين. تمام. العمل التطوعي احنا اغفلناه، بمعنى صح العمل الاجتماعي او الحاله الاجتماعيه احنا اغفلناه في الفتره الاخيره. بدانا نهتم اكتر بالحاجات اللي موجوده، الميديا اللي موجوده الحديثه والخ الخ، وسيبنا القيم الانسانيه اللي كانت موجوده عندنا زمان. يعني انت لو تفتكر زمان، لو انت كان عندك اصول فيا او صعيد او كده، حجم الترابط اللي كان موجود بين ابناء الاسره الواحده وهو نفسه اللي موجود ما بين الشارع، ما بين الحي، ما بين المنطقه. مش في العمل الريفي بس او في المجتمع عموما، لان كان مصر زمان مختلف عن دلوقتي. لكن انا عاوز اقول يعني انت شايف الفتره الاخيره السياسه ضغط على العمل الاجتماعي يعني بحكم الاحداث اللي موجوده. العمل السياسي النهارده اصبح شغل الشاغل للجميع، لكن برضه لازم نهتم بالجوانب الانسانيه اللي موجوده. طب انت يعني من منطلق قول الله تعالى يعني وكل اعملوا فسيرى الله عملكم. نعم. انت شايف النداءات الاخيره بالعصيان المدني والاحداث الاضرابات والمطالب الفئويه، كل الكلام ده مش بيأثر على العمل الاجتماعي او العمل المصري عموما؟ اكيد بيأثر، خصوصا ان احنا لسه مصطلح الاضراب علينا مصطلح لسه جديد، لسه مش عارفين يعني مداه بيوصل لغايه فين. طب ومصطلح العصيان المدني ايه رايك فيه؟ مصطلح العصيان المدني انا بعتبره بلوره كبيره جدا، هو حق مكفول للجميع طبعا، بس له حالات، بس اضراره يعني اضراره حاليا هتبقى اكتر من مصالحه بكتير. فانا مش معه ومش ضد، هو حق مكتسب للناس. طب في ظل لكن في الوضع الحالي انا ضد العصيان المدني. انت ضد العصيان المدني؟ في الوضع الحالي تمام. ان كان في فكره طالع بيقول لك ان العصيان المدني ان كل واحد يمسك عصايه ومش عارف. لا، ما انا قلت لك والله تفكير كان موجود عند بعض الشباب. اسماعيل دلوقتي على حاجه، ان مشكله يعني المشكله العظمى حاليا عند الناس كلها هي الجهل وعدم الفكر وعدم التوعيه. الناس كلها بتتكلم بدون علم، زي ما قلت لك احنا عندنا مصطلحات جديده جدا داخله علينا لسه مش عارفين نفهم معناها ايه. فبنفسرها التفسير اللفظي وبنسيب معناها المعنى اللغوي بتاعها. بناخده وبنسيب المعنى اللي هو المقصود. يعني العمل انت شايفه دلوقتي يعني احنا توقينه وبنتكلم حتى في نظريه التخوين وكل واحد بيخون التاني. انت شايف ان احنا نوصل لحل ازاي في المنطقه؟ بص، بعد اي ثوره ناجحه، انا بعتبر الثوره دي لغايه النهارده نجحت بشكل او باخر. مش شرط ان حسني يتعدم، او طبعا ده حق الشهداء ان حسني يتعدم، حق الشهداء بس نسيب دي للقضاء. يعني هو القضاء سيد لان انت مثلا حسني يتعدم او ما يتعدمش، احنا عندنا طبعا قاضي من القضاة المحترمين احمد رفعت طبعا، فدي ترجع له. هو طبعا حذر من اي حد يتكلم عن توقعات الحكم، فخلي الراجل يشتغل في صمت يعني. فمش حاجه على رايك والله، بس لا خلاص مش مشاكل. لكن هي فعلا نظريه التخوين اللي موجوده دلوقتي، مثلا تلاقي في جماعه بيشتموا في البادعي، تلاقي ناس بيشتموا في ابو الفتوح، تلاقي ناس بيشتموا انا قلت لك بعد اي ثوره ناجحه لازم يحصل شويه تخبيط، لازم مطبات بنعدي بيها، ده لازم بعد اي عمل ناجح لازم يكون في شويه. شايف ان الثوره المصريه نجحت فعلا الى حد ما، بدانا نحس بان احنا عندنا كرامه ممكن ندافع عنها في اي وقت. ده في حد ذاته ما كانش موجود لمده 60 سنه مش 30 سنه. تمام. فتره حكم العسكر. وانت شايف ان حكم العسكر مش هينفع في الفتوى؟ ما عادش ينفع خلاص، الشعب قال كلمته، لازم الحكومه تتسلم لحكومه مدنيه، عشان احنا عايزين نتطور، عايزين الاحسن.
عايزين نعيش حياه مختلفه. انت شايف حكومه مدنيه ازاي، او من وجهه نظرك يعني في دلوقتي نظريه الرئيس التوافقي؟ لا طبعا الرئيس التوافقي ده عباره عن لعبه كبيره، بلوره كبيره، انا مش مقتنع بيها ولا اي حد مقتنع بيها. احنا من حقنا ان احنا ننتخب رئيس يعني يعبر عننا واحنا كمان نعبر عنه، ان احنا اخترنا فلان ايا كان من هو اسمه، ظهر او لسه ما ظهرش، يعني بس من حق الشعب انه يختار كل حاجه بالاتفاق الى الرئيس التوافقي انت شايف الموضوع ده. وطبعا انا عارف ان انت مؤسس حمله كبيره اسمها اتكلم في السياسه وحمله على فكره انا مصري. خليني بس اديك فكره عن هتكلم في السياسه عشان دي برضو على علاقه باللي احنا بنتكلم فيه حاليا. هتكلم في السياسه كانت عباره عن تجميع كل المصطلحات السياسيه الجديده على الساحه وعملناها في كتيب صغير سميناها هتكلم في السياسه. قسمنا الكتاب ده لجزئين، جزء كان بيتكلم عن المصطلحات السياسيه كلها. الكتاب ده من تأليفك يا محمد؟ لا الكتاب احنا قعدنا صياغته، كنت انا واحمد سمير صديق ليا قعدنا صياغه المصطلحات السياسيه بعد ما جمعناها بس بشكل معتمد، يعني صياغه المتفق عليها مش المختلف عليها. فكلمنا شويه عن حقوق الانسان، ال 30 ماده الرئيسيه للشعوب بجانب المصطلحات السياسيه للناس. بدانا نعمل جولات توعيه سياسيه في اكتر من كذا مكان، نزلنا عده محافظات، عملنا زيارات. طب خلينا ناخد برضه فكرة على فكرة أنا مصري، ولكن نطلع فاصل صغير ونرجع للسادة المستمعين اللي أرجو إن هم يتابعونا على صفحة الفيسبوك ويتابعونا على موقع راديو شبابنا على النت، وإن شاء الله يكون في تواصل مستمر بيننا وبعض إن شاء الله. فاصل ونرجع.